لطالما اتسمت العلاقة بين المغرب والجزائر بالتوتر. جوهر المسألة هو النزاع حول الصحراء المغربية. يعتبر المغرب المنطقة جزءاً لا يتجزأ من أراضيه، بينما تدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تسعى إلى استقلال الصحراء المغربية. تصاعد النزاع عندما ضم المغرب الصحراء المغربية بعد انسحاب إسبانيا. ردت الجزائر بتوفير ملجأ الصحراويين، وقدمت دعمها للنضال المسلح لجبهة البوليساريو. عمق هذا الدعم الشرخ بين البلدين الشمال أفريقيين، مما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وتفاقم انعدام الثقة. أصبح النزاع حول الصحراء المغربية عقبة رئيسية أمام التكامل والتعاون الإقليميين. خلف هذا الصراع عواقباً بعيدة المدى، فقد غذى عدم الاستقرار الإقليمي، وأعاق التنمية الاقتصادية، وعرقل الجهود الرامية إلى تعزيز الوحدة في العالم العربي. اتخذ الملك الحسن الثاني ملك المغرب والرئيس الشاذلي بن جديد رئيس الجزائر خطوات أولية نحو المصالحة. تم اللقاء الأول بينهما في مركز حدودي الكولونيل لطفي بمدينة مغنية الجزائرية. مثل هذا اللقاء أول تفاعل مباشر بين الزعيمين، وأشار إلى ذوبان الجليد في العلاقات. أعرب الجانبان عن استعدادهما للحوار، وكان ذلك تطوراً مهماً. بعد 4 سنوات التقى الزعيمان مرة أخرى في نفس المركز الحدودي. أسفر هذا اللقاء عن نتيجة ملموسة، وهي تبادل الأسرى. خففت هذه البادرة الإنسانية من حدة التوتر. مهد اللقاء الطريق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، وكان ذلك إنجازاً كبيراً، وأثار الآمال في مستقبل أكثر تعاوناً. بقي الطريق أمامهم غير واضح، لكن الاستعداد للحوار كان علامة إيجابية. جاءت هذه الخطوة الجريئة في وقت كانت فيه العلاقات لا تزال متوترة. أوكل الملك مهمة نقل الرسالة إلى مستشاره المقرب محمد رضا كديرة، الذي اتصل بوزير الخارجية الجزائري أحمد طالب الإبراهيمي. لا تزال تفاصيل الاقتراح محاطة بالسرية، لكن يعتقد أنه قدم رؤية لمغرب عربي موحد يشمل كلا من المغرب والجزائر. لا يزال رد الجزائر على مبادرة الوحدة موضع نقاش. تشير بعض الروايات إلى أن الجزائر رفضت الاقتراح بشكل قاطع، بينما ترى روايات أخرى أن الجزائر اتخذت نهجاً أكثر حذراً، فقد تكون طلبت توضيحات أو قدمت مقترحات مضادة. تسلط مبادرة الوحدة على الرغم من فشلها في النهاية الضوء على تعقيد العلاقات المغربية الجزائرية. إنها تؤكد الرغبة في تكامل أكبر، لكنها تكشف أيضاً عن العقبات العميقة التي تحول دون تحقيق هذا الهدف. زار الملك الحسن الثاني الجزائر، ورد الرئيس بن جديد الزيارة إلى المغرب. ولدت هذه الزيارات تغطية إعلامية إيجابية في كلا البلدين. مع ذلك، لم يدم هذا الربيع الدبلوماسي طويلاً. استقال الرئيس بن جديد، وأدى رحيله إلى فراغ في السياسة الجزائرية. أدى هذا عدم الاستقرار إلى عودة التوترات القديمة. ساهمت عدة عوامل في تجدد التوتر في العلاقات. استمر النزاع الذي لم يحل حول الصحراء المغربية في الإلقاء بظلاله الطويلة، وظل دعم الجزائر لجبهة البوليساريو نقطة خلاف رئيسية. علاوة على ذلك،
اتبعت الدولتان استراتيجيات إقليمية متباينة. سعى المغرب إلى تعزيز علاقاته مع الغرب، بينما تبنت الجزائر سياسة خارجية أكثر حزماً، وسعت إلى مواجهة ما اعتبرته توسعاً مغربياً. يمكن وصف الوضع الحالي للعلاقات المغربية الجزائرية بأنه سلام بارد. لا تزال العلاقات الدبلوماسية الرسمية قائمة، لكن انعدام الثقة والشكوك العميقة لا تزال قائمة. غالباً ما تختلف الدولتان حول القضايا الإقليمية،